ازاي التوأم باستغلال الشبه اللي بينهم ممكن يخدع البوليس والمحكمه والادله الجنائيه كلها؟ سنه 2009 دخل 3 ملثمين مجهولين الهويه لسرقه محل مجوهرات شهير في المانيا، وسرقوا منه مجوهرات تقريبا بحوالي 5 مليون يورو. ده مش طبق كشري، ده محل كشري. وبعد ما هربوا البوليس لقى جوانتي بالقرب من مسرح الجريمه. في الفيديو اللي فات احنا عرفنا ان التوائم بصماتهم مش متطابقه، طب هل الدي ان ايه بصمات متطابقه ولا لا؟ الحقيقه ان المعمل الجنائي قدر ان هو يطلع الدي ان ايه بتاع المشتبه فيهم من العرق اللي موجود جوه الجوانتي، ولما جابوا المشتبه فيهم اللي هو التوأم حسن وعباس وعملوا الاثنين دي ان ايه، كانت المفاجاه ان الاثنين بيشاركوا نفس الصفات الوراثيه بما فيها الدي ان ايه. كلنا عارفين ان التوأم بينتج من خلايا واحده واتقسمت نصين، وبالتالي هم حرفيا فوله واتقسمت نصين. ولما المحكمه ما قدرتش تتهم واحد معين فيهم، طلبوا منهم بشياكه كده ان واحد منهم يعني يعترف انت اللي عملت الجريمه ولا انت، وطبعا ما حدش منهم اعترف والاثنين خدوا براءه، وما زالت المجوهرات مفقوده لحد النهارده. ولو عجبكم الفيديو ده قولوا لنا في الكومنتات، والمره الجايه هنتكلم عن توائم تانيين.